وعرفت طعم الدنيا دي، مشيت خلاص ما قلتليش انا هعمل ايه. انسان بالله عليك، وانا قلبي حياته روحي، وازاي هيجينا وحبيبي لو مش فاهم سوا. انا قلبي شفتك حبيت وخلاص ما حسبتهاش ولا قلت ليه. كان قلبي ده ولا كان خيال، ريحني يقول لي ازاي الحب اثر عليك. أول واحد تلاقيه موجود في الخير، وأول واحد هتلاقيه موجود وبيسعى للخير، إيده دايما مع أيادي المستقبل. مش شرط مستشفى أيادي المستقبل، ولكن لأي إيد رايحة للمستقبل للخير. هتلاقي ابن اسكندرية اللي بيعشقها وبيعشق الخير ليها وبيعشق كل حاجة حلوة لاسكندرية، أول واحد بيستقبلك بابتسامته، ابتسامته السكر. هو ده سمير صبري اللي موجود معانا النهاردة، وحفل للخير. ويعني طبعا أنا بحب اسكندرية من كتر كان كلامك عليها خلتني عشقتها، ولما جيت وقعدت على شطها وبحرها عشقتها زيك يا سمير. على فكرة أنا عايز أقول حاجة، أنا مربي البنت دي يعني فعلا أنا مربي. أنت أستاذي. يعني أنا إيه، هي والدتها والله يرحمها أختها والعيلة كلها، ودي كانت صغنونة تقعد تتفرج عليا وأنا بعمل برامج وحاجات كده، وتبقى معجبة بيا. كان حلم عمري أعمل هذا المساء. شوف أهي أهي يعني ده كان حلم عمري. انا دايما اقول لاحلام، اقول لها انا هعمل برنامج هذا المساء بتاع سمير صبري. ودارت الايام وبقت يعني دينامو ما شاء الله. انا معجب بيها جدا، ما بتونش. في الاسبوع ابص الاقيها في الكويت، وبعدين في ابو ظبي، وبعدين في دبي، وبعدين ايه يعني. حتى انا ايه، طبعا هي متجوزه حبيب قلبي وابن بلدي محمود عبد العزيز، بقول له يعني بس هي بقى ست ذكيه جدا برضه، واخده من مامتها، عامله توازن، عامله توازن. ايوه يعني في وسط انا بحب شغلي زيك، ما انا بشوفك دينامو يا سمره، وانت النهارده برضو موجود وبتسجل وبتعمل برنامج جديد ببارك لك عليه، ودايما انت استاذ الاعلام. الله يخليك الله يخليك. بس انا عايز اقول نصيحه لكل ست زي ما بوسي بتعمل، تبص في الساعه وتقول انا هرجع البيت عشان محمود دلوقتي لوحده، فانا لازم ارجع له دلوقتي. صح ولا لا؟ صح طبعا. البيت اولا والشغل ثانيا. وده سر نجاحها، ان هي قادره تعمل هذا التوازن، نجاح في العمل ونجاح في بيتها ونجاح كزوجه للسوبر سوبر سوبر ساحر محمود عبد العزيز. انا بشكرك على الكلام ده، ونرجع لمعشوقتنا انا وانت اسكندريه، اللي انا وانت موجود النهارده ولبينا الدعوه برغم كل الظروف. في ناس كتير خافت تيجي، ما سمعوا شويه قلق ومفرقعات. احنا متحديين لكل ده، مفيش ولا القلق والبتاع ده كله ده علشان الناس تخاف والناس ما تشتغلش والناس. المصريين ما بقوش يخافوا. لا 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 لا, يعني لا. شوف الحفله كامل العدد، كامل العدد. الجسار جاي من لبنان مخصوص. لا والشارع انت شايفه الشارع عادي، الناس مبسوطه ومهيصه، كل والجو يجنن. لا شوفي ما فيش حد يقدر يقف طيار التقدم وطيار العمل وطيار الامل ان احنا نبني البلد. واللي ما بيحبش البلد وعاوز يهدمها وعمال يهدم حاجات خاصه ببلده، ده لا يطلق عليه مصري اطلاقا يعني اطلاقا. ايه رايك فكره الحفله النهارده واللي عاملاها انرويل سبورتنج في اسكندريه، واختارت مستشفى السرطان في اسكندريه؟ مش يعني دايما الناس بتروح على 7-3-5، هم خدوا بقى هنا لاسكندريه عشان جهاز عايزينه ب 35 مليون مش موجود، محتاج يعالج ناس كتير. هي مستشفى ايدي المستقبل لعلاج بالمجاني الغير قادرين، وهي يعني لمسه انسانيه هايله 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 هايله. انا سعيد ان في اهل الخير فعلا اللي مهتمين بتمويل كل الحاجات دهين. يعني شوفي الفرق بين ناس
بتدفع فلوس وبتعالج ولاد البلد المصريين اللي زينا من امراض والى اخره، وناس بتهدم. يعني شوف الفرق، مين اللي تسميه مصري بقى؟ اللي بيعالج وبيشفي وبيحاول ان هو يعمل، ولا اللي يحطم محول كهربائي، يحطم اتوبيس، يحطم قطر، يحطم مش فاهم عشان ايه؟ عشان ايه؟ شيل ليه بتهدم؟ عشان كرسي، عشان تحكم، علشان مش عارف ايه. لا، البلد اهم. صح ولا لا يا بوسي؟ يعني اللي انت بتقوله طبعا صح، يعني ان احنا دلوقتي في وقت لازم ايدينا في ايدين بعض عشان نبني، لكن اللي بيدمر ده مش مننا، مش طبع المصريين. مش كده. مش يعني انا بقول اي واحد بيدمر او بيفرقع قنبله او بيقتل او بيعمل خراب ده مش مصري. ده جاي من بره، لان المصريين مهما كانوا وحشين ما عندهمش حته الدمار دي او العنف ده. لا، مش العنف، مش طبعنا، مش طبعنا اطلاقا يعني. وبرضه يعني انا بأناشد الناس اللي ممكن بتكون بتقع ضحيه اي افكار هدامه. البلد بلدكم، الاتوبيس ده اتوبيسكم، القطر قطركم، الاماكن دي كلها بتاعتكم، احنا منتمين للبلد. ما تحطمش دي اخرها فلوس البلد. يعني بين اعتراضك على اي شيء بطريقه سلميه، مش لازم بالارهاب. هيزهقوا لان الخير اكتر من الشر، وينتصر الخير. مصر دايما هتفضل بلد الامن والامان وام الدنيا. أنا سعيد جدا إن أنا في الحفلة دي النهاردة، لأنها حفلة خيرية كبيرة جدا. مستشفى أيدي المستقبل لعلاج المجاني لغير القادرين. إيه الجمال ده! أنا سعيدة إن أنا اسكندرية دايما بتجمعنا والخير دايما بيجمعنا. سمير صبري ابن اسكندرية العاشق للبلد ديت، واللي دايما بيكون أول واحد موجود في أي حاجة اسكندرية بتطلبها منه. سعيدة إن أنا معاه النهاردة، سعيدة إن احنا هنكون مع وائل جسار اللي اتبرع بجزء كبير من أجره لمستشفى أيدي المستقبل وإنرويل سبورتنج. هسيبك تسعد النهاردة بأهلك وحبايبك اللي ما شفتهمش بقالك. لا، عايز اقول لك حاجه كمان. يعني انا بس يعني من خلال برنامجك الحلو ده، وانا عايز اقول للناس حطوا ايديكم في ايدين بعض وحبوا البلد اكتر، علشان تبقى سكر حلوه الدنيا السكر، والسكر والله مصر السكر. ليلة يلا نفرح، ليلة ليلة نلقى الدنيا جميلة زي السكر. دايما سمير صبري سكر.
المستقبل التبرع كله رايح ليها النهارده، ونائب رئيس الصندوق سمر سعد معانا. وانا سعيده ان الناس كلها كانت بتتجه ل 735 مستشفى السرطان اللي في مصر، ان يبقى في جزء برضو بيروح لاسكندريه وايادي المستقبل لمرضى السرطان، علشان يبقى الخير في كذا اتجاه، ما يبقاش في اتجاه واحد. فانا طبعا حييت ريم انها اختارتكم انتوا، وعايزه اعرف التعاون تم. هي ريم كلمتنا لان هي طلبت ان هي عايزه تخصص العائد بتاع الحفل لصالح ايادي المستقبل، فطلبت تعرف ايه احتياجاتنا الفتره الحاليه. فتواصلنا معاها وقلنا لها احنا محتاجين جهاز علاج اشعاعي خامس. احنا اوريدي عندنا 4 اجهزه، بس الجهاز دوت هو ثمنه عالي، يوصل ل 35 مليون جنيه، يعني 5 مليون دولار. تكنيكس التكنولوجيا عاليه، وعندنا سياسه في المركز دكتور عاصم بيتبعها، ان انا مش عشان بخدم الفقراء لازم اديهم اقل حاجه، لا انا عايز اديهم أحسن بالظبط. فاحنا بندور دايما على التكنولوجيا العاليه، فكانت دي جت بدايه الفكره. الجهاز ده جه؟ لا لسه بقى، ما احنا لسه بتجمعوه. وصل لكم عائد الحفل بتاع النهارده هيبقى كله رايح للجهاز ده، مساهمه في الجهاز ده. يعني ده بدايه التجمع. بادئين اول حاجه يا جماعه، اهل الخير، ايادي المستقبل في اسكندريه، اهل اسكندريه اللي ايدهم مع ايد الخير، مش بس في اسكندريه، كل واحد عنده جزء من الخير عايز يطلعه. ايادي المستقبل عايزه جهاز للاشعاع ب 35 مليون، مظبوط؟ ايدكم معانا بقى، ساعدونا، كله للخير. يعني لو حد عايز يشتري الجهاز ويجيبه احنا موافقين، لو حد عايز يجمع من اصدقائه ويجيب الجهاز ما يديش فلوس احنا مستعدين. يعني ده حاجة هتخدم ناس كتير. السرطان بقى في كل بيت. احنا حاليا عارفة بيتردد علينا شهريا 9000 مريض، ما بين حالات موجود في مستشفى اطفال مصر ولا اهو؟ لا ده موجود فين الجهاز؟ لا ده جهاز ما جاش مصر، مرة في مصر. اول مرة هيجي. التكنولوجي ديت في العلاج الاشعاعي ديت اول مرة في مصر. واحنا حاليا بيتردد علينا 9000 مريض شهريا، ما بين حالات جديده وحالات بتتابع العلاج الكيماوي والاشعاعي والعيادات والاشعات والتحليل، كل ده بيتغطى بالمجان من التبرعات. فهو المكان كله قائم على التبرعات، على الرغم ان هو ملوش اي دعايه، مش معروف. يعني انا اعتقد ان انت اول مره تسمعي عن ايادي المستقبل. المكان دوت شغال من 2006، احنا في 2015. معتمد على تبرعات من اهل اسكندريه ولا اسكندريه؟ في نوعا ما، مش هقول لك ما فيش من بره، بس هو مين يعتبر من اهل اسكندريه، لان هو زي ما اقول لك قايم كمان مش بس على، يعني انا اتمنى من رجال الاعمال ان هو يدعموا ايادي المستقبل اكتر شويه. يعني انا عايزه اقول لك ان هو تقريبا رجل الشارع البسيط يمكن هو يعتبر اللي دافع فيه اكتر، لان رجال الاعمال مش لسه ما بيقدموش المساهمه الفعاله القويه اللي تحسس ان انا ما احتاجش ابقى يعني ارفض يجي في يوم من الايام ان انا اقول لا لمريض انا مش قادره اعالجك، انا هدور لك على كفيله علشان يعالجك. فاحنا نتمنى من رجال الاعمال كلهم ان هم يدعمونا ان شاء الله. ايدي في ايدك وصوتنا مع صوتك. بنقول لجمهور قنوات النهار ايدكم معانا لايادي المستقبل في اسكندريه. الجهاز ب 35 مليون. بداوا النهارده من خلال انرويل سبورتنج، مستنيين كل واحد محب للخير يساهم. عايزين الجهاز يجي لمصر، يجي ل 9000 مريض كل شهر بيترددوا على المركز. العلاج ده هيفيدهم جدا، غير طبعا اللي موجودين في مصر، يعني ده غير اسكندريه. نساهم كلنا، ده بس بنتكلم على اهل اسكندريه. يعني احنا ككل المؤسسات في الاخر هي بتكمل بعض، يعني انت مش هتقدري تغطي كل محافظات مصر. انا بشكركم وبنتمنى الحفله تحقق دخل. شرفتينا، ميرسي، شكرا ليكي. أجمل أيام فات الهوى وكأنه يا دوب نظرة وسلام، وأنا لسه حبيبي معيش قرار وبقول يا ليل على خدي. أنا بتمنى في يوم ترجعلي وأشوفك بس يوم. حاولت أنساك يوم بعد يوم ولا يوم نسيت الأيام الهوى وكأنه يا دوب نظرة وسلام، وأنا لسه حبيبي بعيش قرار وبقول يا ريت يا ريت
عسل عديد ريم خلف رئيسة نادي انرويل سبورتنج اسكندرية. ريم عاملة حاجة جميلة النهاردة جدا، عمل للخير، وانا بشوف اهل اسكندريه بيحبوا الخير ودايما بيسعوا للخير. النهارده ريم عامله حفله كبيره، الدخل كله رايح لايادي المستقبل، مستشفى ايادي المستقبل للسرطان، وده شيء جميل منها ان هي بتقدم ده للمستشفى دي بالذات. يمكن الناس كلها مشغوله بمستشفى السرطان اللي في مصر 7/3/5، ولكن احنا عايزين كل انرويل كل لاينز يبقى واخد جزء علشان ما يبقاش في حد ليه اكتر من التاني. النهارده احنا معاها في اسكندريه، بشكرها على الحفله الجميله المنظمه. بصراحه ما نامتش بقالها 3 شهور، تعبت جدا، كل حاجه هي يعني مسؤوله عنها. بحييك. ميرسي يا بوسي، اهلا بيكي يا حبيبتي. ان انت قلبك بيدق وقلقانه وعماله تقولي لي مش عايزه اسجل قبل الحفله. تعبتي؟ قوي الحقيقه. كتير متعب؟ لا طبعا الخير مش متعب لما بتشوفي نتيجته حلوه في الاخر، بس وانتي بتشتغلي لا متعب، بس هو الخير طبعا جميل، وكان هو ده هدفنا الاساسي ان احنا نعمل خير. ليه اخترتي ان انت تعملي خير من خلال الحفله؟ يعني ممكن الانرويل ليهم نشاطات كتير. فعلا الانرويل يعني نشاطاته اجتماعيه ثقافيه، ممكن نساعد في اي مشروع، بس انا اخترت بالذات مرضى السرطان لان دلوقتي السرطان بقى موجود في كل بيت، والحقيقه عندي اصحاب كتير مروا بالتجربه دي، فكنت مشتاقه ان انا ده شيء جميل منك بالظبط. يعني ما بقى كل بيت عنده الحاله دي، بقى منتشر، مش بس الاطفال ولكن والكبار كمان. ايادي المستقبل كان اختيارك مع ان الناس كلها بتروح على 7000. لا، ما هو احنا في اسكندريه المفروض مستشفى ايادي المستقبل هي زي 57 في القاهره، فطبعا انا اسكندريه طبعا دي حاجه مهمه، وهي قائمه على التبرعات، يعني هي المستشفى نفسها قائمه على التبرعات، فلازم طبعا نساعدهم. كل الدخل التيكت بتاع الحفله رايح، كل التيكت، وعاملين مزاد كمان، كل التيكت، كل التبرعات اللي لميناها، اي دخل داخل في الحفله دي متوجه الى مستشفى ايادي المستقبل، وهنسلمها لهم النهارده ان شاء الله، والحمد لله. بعد تكاليف الحفل بتخصموها ولا تكاليف الحفل على حساب؟ لا، انا كنت مصره ان يمكن عشان كده التيكتس غاليه شويه، كنت مصممه ان سعر التيكت الكوست بتاعي يتحمل على التيكت، بحيث ان انا اي تبرع اخده يبقى موجه على طول للمستشفى. يعني برضو عايزه اعرف وائل جسار كان دوره ايه؟ هل ساهم برضو بجزء من اجره للخير؟ الحقيقه وائل جسار هي جت ان انا قابلته بالصدفه من 3 شهور كده تقريبا في المطار، كنا مسافرين مع بعض على نفس الطياره وتعرفت عليه، ومن هنا جت لي الفكره، وهو رحب جدا. حقيقه هو انسان ذوق جدا وجميل، ورحب بالموضوع واتبرع بجزء طبعا من نزل جزء من الاجر بتاعه. اجر بالظبط. يعني طبعا شيء جميل. حاسه ان في رجال اعمال من اسكندريه اتبرعوا ولا النهارده نحمسهم زياده؟ لا، في طبعا كتير، بس طبعا دورك بقى النهارده بوسي حبيبتي. طبعا مزاد، انا ما بشاركش في المزادات، ولكن هشارك النهارده علشان ايادي المستقبل، لان عمل الخير انا ما اقدرش ابدا ان انا يعني ارفض اي حاجه للخير، وعايزين نشوف رجال اعمال اسكندريه وسيدات اسكندريه طبعا. انتوا جامدين جدا. ميرسي يا بوسي حبيبتي. ميرسي ليكي، وانا بشكرك على دعوتك لينا، وهنسيبك بقى عشان تقدمي الحفل، وربنا يوفقكم ويوفق ستات اسكندريه ويوفق كل انسان محب للخير. اسكندريه معشوقتي، وجاي لكم محافظ شاب اعتقد هيكون يعني في حافز جديد ودم جديد، هنشوف معاه خير ان شاء الله. لا ان شاء الله، ونشتغل معاه برضو في اسكندريه الانرويل، ونعمل مشروعات كويسه ان شاء الله. ميرسي يا بوسي. ميرسي. اشكرك. هذا البرنامج برعاية